السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من الأفضل في مصر، وحلقة النهاردة كلها حلويات وبالأخص الرز بلبن. تعالوا نشوف عتاولة الرز بلبن في مصر، فعلا عتاولة في الرز بلبن ولا الرز بلبن البيتي أحلى بكتير؟ معانا النهاردة في التحدي ريماس لاند والملكي وبلبن والمدينة المنورة ورز بلبن الكرنك. يلا بينا مع بعض نبدأ التحدي، وهنبدأ التحدي الأول مع ريماس لاند. سعر العلبة كان 18 جنيه، جاي في علبه فاكيوم ومعاه معلقه صغيره، ومكتوب على العلبه صالح لمده 5 ايام من تاريخ الانتاج، وكمان مكتوب عليه المكونات بتاعته عباره عن رز ولبن وسكر. يلا بينا نفتح وندوق. البدايه مبشره عشان وش الرز بلبن مكشكش، وده يدل ان الرز بلبن ده متخدم كويس من لبن وقشطه. يلا بينا ندوق ونشوف الطعم، الرز والسكر واللبن عامل ازاي. قوام زي ما انتم شايفين تقيل، وده مش المحبوب بالنسبه لي. كده كميه الرز اعلى بكتير من كميه اللبن. المهم الطعم. بسم الله. طعم اللبن هنا تقيل ودسم، وده بحكم ان ريماس اصلا بيبيع البان، والسكر مظبوط. بس الرز زي ما انا قلت وزي ما توقعت، الرز اكتر بكتير من اللبن، بالرغم ان نسبه الرز اعلى بكتير من نسبه اللبن، بس الرز مستوي كويس وجدا. التقييم النهائي للرز بلبن بتاع ريماس من حيث الكميه والسعر، لا الكميه حلوه وسعرها عادل. بالنسبه لكميه الرز وكميه اللبن، كميه الرز اعلى بكتير من الطبيعي، المفروض يبقى الرز اقل شويه، واللبن دسم وطعمه حلو. من وجهه نظري التقييم النهائي للرز بلبن ياخد 8.5 من 10. وتاني محل معانا النهارده الملكي، اصل الرز بلبن في مصر، كلنا اتربينا على الرز بلبن بتاع الملكي. يلا نشوفه لسه محافظ على طعمه بتاع زمان ولا لا. الملكي العلبه ديت كان ب 25 جنيه، وفي منها علبه مقاس اكبر ب 30 جنيه، وجاي في علبه كرتون ومعاه معلقه كبيره، بس للاسف مش مكتوب عليه تاريخ الصلاحيه. لا، مكتوب عليه تاريخ الصلاحيه صالح لمده 5 ايام، برضه نفس الكلام بتاع ريماس لاند. وبرضه مكتوب عليه المكونات عباره عن لبن جاموسي وسكر ورز وكريمه. هنا مضاف كريمه ما كانش موجوده في ريماس. تعالوا نشوف مع بعض طعمها هيبان ولا مش هتبان. نفس الكلام، الوش مكرمش، ودي من عوامل نجاح الرز بلبن. يلا بينا ندوقه ونشوف السعر فعلا يستحق 25 جنيه ولا ما يستحقش. هنا قوام اخف شويه من ريماس لاند، هنا الرز اقل اللبن اكتر. المهم الطعم. بسم الله. هنا طعم اللبن احلى بكتير، وفعلا الكريمه باينه في الطعم، والرز بيدوب في بق لوحده. بس في مشكله، السكر بتاعه خفيف شويه، المفروض يزودوا شويه سكر كمان. الصراحه ده احلى بكتير من ريماس لاند، طعم الكريمه طاغي جدا على طعم اللبن، والرز بيدوب لوحده في بقك. من وجهه نظري انا شايف ان الرز بلبن بتاع الملكي يستحق 9.5 من 10. الكميه كبيره مش قليله، والسعر 25 جنيه بالنسبه للكميه ديت عادي جدا. اللبن كتير ومضاف له كريمه، وده معزز الطعم جدا ومخليه يستحق فعلا 9.5 من 10. يلا بينا نكمل مع بعض بقيه التحدي مع المحل الثالث بلبن اللي مكسر الدنيا في مصر وفروعه في كل حته، ودايما موقف شوارع مصر كلها، ما شاء الله احنا ما بنقرش. يلا بينا ندوق رز بلبن بتاع بلبن. بلبن سعر العلبه 15 جنيه، جاي في علبه فاكيوم ومعاه معلقه زرقاء طبعا عشان يغزي عين كل الحساد. بلبن العلبه مش مكتوب عليها ولا مكونات، مكتوب عليها بس تاريخ الانتاج، بس مش مكتوب صالح لمده قد ايه. يلا بينا نفتح وندوق نشوف بلبن اللي مكسر الدنيا هيكسر معانا ولا مش هيكسر. الكشكشه موجوده، وواضح ان هم عارفين سر الرز بلبن، كل ما تزود خامات كل ما تزود كشكشه. يلا بينا ندوق ونشوف الرز بلبن ابو 15 جنيه هيكسب ابو 25 وابو 18 ولا لا. يلا بينا. القوام زي ما انتم شايفين معقول، حاسس ان كميه الرز اعلى بكتير برضو من الطبيعي. هندوق ونشوف اللبن باين فيه ولا لا. بسم الله. هنا طعم اللبن باين اكتر من الاتنين اللي فاتوا، والرز تقريبا بيدوب لوحده في البق. بس برضو في مشكله، مش السكر المره دي، السكر مظبوط، بس تحس ان اللبن شاط منهم شويه، وده باين جدا في الطعم. للاسف انا مش هديله اكتر من 7 من 10 بسبب شاط اللبن، عشان لو ده مش موجود كان خد 10 من 10 مرتاح. عموما انا هحطه في تجربه تانية واجربه مره تانية عشان ما اظلموش، ممكن المره دي اللبن اتلسع منهم وخيشت معاهم. هنجربه تاني ونشوف، بس المره دي مش هقدر اديله اكتر من 7 من 10. وصلنا للمدينه المنوره، اشهر من نار على العالم، مش رز بلبن بس،
اجبان، فطير، مخبوزات، كل حاجه موجوده عندهم. الرز بلبن عندهم انا متاكد ان هو بقى كويس. يلا بينا ندوقه ونجربه. المدينه المنوره جاي بسعر 20 جنيه وبرده في علبه فاكيوم، بس الوزن اتقل المره دي بكتير من اي علبه فاكيوم موجوده قبل كده. وبرده مكتوب عليه المكونات بتاعته رز ولبن وسكر، ومكتوب عليه تاريخ الصلاحيه والصالح لمده 3 ايام من التاريخ دوت. يلا بينا نفتح وندوق ونشوف الكشكشه موجوده، الطعم موجود، الرز بلبن بيدوب، اللبن والكريمه ايه اخبارهم. طبعا شايفين كميه الكشكشه عامله ازاي. انا عايز اقول لكم ان الطبق ده اتقل طبق فيهم وسعره عامل 20 جنيه. يلا بينا ندوقه ونشوف القوام بتاعه، الرز بتاعه كتير قليل، اللبن بتاعه دسم مش دسم. يلا بينا هنشوف ونعرف. القوام بتاعه كريمي بس برضه حاسس ان الرز كتير شويه. بسم الله. زي ما قلت لكم هنا الرز كتير شويه بس اللبن خرافي. انت بتاكل تقريبا قشطه كريمه لباني حرفيا. ده مش هيقل عن 9.5 من 10. مش محتاج كلام كتير. يلا نشوف اللي بعده. وجينا لاخر محل معانا، الكرنك، اصل القنبله في مصر، اصل الفرقعه في مصر. طب يا ترى الرز بلبن بتاعه زي الرز بلبن اللي موجود في القنبله ولا لا؟ طب يلا بينا نجرب ونشوف. ده رز بلبن مش زبادي، بس هو ما عندوش الا المقاس دوت من رز بلبن الساده، بس عنده احجام تانية واشكال تانية كتير من رز بلبن، مكسرات، لوتس، مانجا، كل الاشكال موجوده عنده باحجام كتيره. العلبه ديت عامله 12 جنيه، عباره عن علبه زبادي ومعاها معلقه. يلا بينا نفتح ونشوف. للاسف اول محل ما لقيش عليه كشكشه من الوش، والرز بلبن هنا لونه مصفر شويه، معنى كده انه مش متخدم باللبن والقشطه والكريمه كويس زي المحلات التانيه. بس هنرجع نقول ان ده سعره 12 جنيه. يلا بينا نشوف طعمه يستاهل 12 جنيه ولا لا. وزي ما انتم شايفين الرز بلبن بتاعه تقيل، معنى كده ان الرز كتير واللبن قليل، واللون الاصفر دوت مش مديني حق الرز بلبن خالص. عموما هندوق ونشوف. بسم الله. الرز هنا طعمه حلو جدا ومستوي جدا، بس اللبن مش موجود. هو تقريبا حاطط شويه ميه على معلقتين نشا على معلقتين لبن يدوا اللون، مش اكتر من كده. عموما لازم اروح الكرنك وادوق جميع انواع الرز بلبن اللي هناك، لان انا عارف الرز بلبن بتاع الكرنك عامل ازاي. انا ايام ما اكلت قنبله وعارف يعني ايه الرز بلبن بتاع القنبله بتاع الكرنك. للاسف ده رز بلبن ما ينفعش يتاكل وما ينفعش يبيعوه في المحلات عندهم. كده خلص التحدي بتاع النهارده، وكان معانا المدينه المنوره والملكي وكانوا واخدين 9.5 من 10، وكان جاي بعديهم ريماسلاند اللي واخد 8 من 10، وكان بيعافر من بعيد بلبن اللي خد 7 من 10، وللاسف الكرنك معانا اللي خايب ظننا النهارده وخد 5 من 10. واخيرا مفيش احسن من الرز بلبن اللي بيتعمل في البيت. ولو ما بتعرفيش تعملي الرز بلبن ارجعي لفيديوهات عظمته، هتلاقي احلى واسهل طريقه للرز بلبن على طريقه عظمته. سلام.